السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة جديدة مع مليكة. اليوم غادي نشارك معكم وصفة ديال الغريبة كتجي شيشة وتذوب في الفم بطريقة سهلة ومقادير بسيطة في متناول الجميع. إذا كنت من عشاق الحلويات المغربية الفيديو ليك تابعوا معايا خطوة بخطوة وبارطاجيو مع الناس اللي كتحمقهم الغريبة بحالكم. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو كأس ديال الكوك اللي هو جوز هند مبشور كيعطي الغريبه نكهه زوينه وشيشه. كأس ونص زيت، ماشي ضروري زيت غالي، اي زيت نباتي كتخدم كتخلي الغريبه طريه. كأس الا ربع ديال السنيده يعني السكر الحبيبات باش تجينا الحلوه معتدله في الذوق ديالنا، وشويه جوج خمارات ديال الحلويات باش الغريبه تنفخ وتجي خفيفه. هانتوما انا تشويه الجنجله تا هو ياخد الجنجله تبارك الله راه زوين، تا هو راه شيش عطى واحد الشكل زوين. المهم اخوتي، بالنسبه للدقيق نحتاجو 3 كيسان ديال الدقيق الابيض، هذا على حساب الخليط، نزيدوه بشويه بشويه حتى تجمع العجين ديالنا ونبداو على بركه الله. اول حاجه ناخذ كاس ديال الزيت وهنايا بسم الله، ونحتاجو هنايا شويه كاس نص ديال الزيت الى ربع، راه نحتاجو هنايا شويه السكر كاس الى ربع السنيده ونكبو هنا. وما خوتي يسمحوا لي مع هذه اول مره عندنا نتعلم في الطبخ هذاك الشيء ديال باريس صغير، داكشي صراحه المال بديك ديك صعيب، ولكن ان شاء الله راه من بعد كيولي ديك تيسهل على بركه الله. يلا بسم الله. Anyway, this is a delicious cake. This is delicious غريبة. We are cooking today غريبة. مخبوش نخلطوها مزيان، وما نستعمل خوت شوية ديال كأس ديال الكوك اخوتي اللي شاركنا معكم. ها هو كبو هنا نخلطو. المهم خوتي راني نكبو معكم هنا شويه ديال الزنجلان اللي سخناه كلو كامل. المهم خوتي هذا اختيار ماشي ضروري، ولكن هذا اختيار حنا بغينا نزيدو شويه باش يعطيو واحد الشكل زوين في الغريبه ديالنا، يعطيو واحد المندرجون واحد الذوق زوين تبارك الله. المهم خوتي نخلطو معكم الخليط ديالنا مزيان. المهم غنديرو معكم اخوتي ان شاء الله، نديرو معكم جوج خمارات 100 غرام زيد الثاني باقي نزيدو خوتي خمارة أخرى تا نكبوها معاها، نكبوها كاملة مبقاوش نمارو معاها. ندير واحد الكاس ديال الفورص، نبداو بالدقيق
خلط مزيان. وما خوتي غنديرو واحد الكاس تاني ديال الدقيق تا هو كاس كامل كبوه نخلطو الخليط ديالنا. وما خوتي غنزيدو واحد الكاس اخر ديال الدقيق، الكاس الاخير والثالث على حساب. صافي ديري يدك هكا، حطها ديك هنا، حطها ديك هنا. نحطو العجين ديالنا مزيان. صافي يلا بارك. صافي بارك عليها. دابا جمعت لينا ومخليها نخليوها. لا ما تخلاش هذيك، تبدا ديك الساعة. ياك صافي. ايوا دهن، سير دهن هذيك المقلة. يلا حنا غندهنو الطاوة. Let's start. بسم الله. الزبدة، دهنو الحواشي، دهن كلشي بالزبدة. وهذه راه غريبة اللي درنا معاكم، غريبة ديال الرباطيين، الرباط نشاركوها معاكم معشقين في غريبة. هانتوما خوتي تيحبوا غريبة يديروا لنا ابوني. اللي كيحماق على الغريبة وتيبغي يشوف دير جنان مني. صافي يلا حيد. ساهلة. يلا هزو. دابا غنفندوها في السكر كلاصي. بحال هكا خوت، انا كندير لها بحال هكا كتجينا خوت ساهلة بحال هكا كندير. لا ما تبقاش تلولبها، من ديرها ما تلولبهاش غيدخل لها السكر بزاف. ياك لا طبعيه هزها وحيدها سوسه من السكر هكا بحال هكا، ما تضغطش عليها بزاف. نولوها شوية. لولبها مزيان وديرها في السكر سوسه، عاد ضغط عليها، هز عليها السكر، هز عليها السكر بصبعك بصبعك، سوسه من السكر صافي، وضغط عليها باش ما تجيش حلوه بزاف. وهذه هي غريبتنا الخوت، باش ما نطولوش عليكم. ها هي دابا تنشدها، تيمرمدها في الكوب هذا السكر كلاصي، وتيضغط عليها شويه صافي، وتيحطها هنا صافي. غنتبعو معاكم حتى نوريكم بعد ملي طيب نعقبو معاكم. المهم السلام عليكم اخوان، كي لاباس عليكم؟ وما خوتي بعد ما كنا صورنا معكم الحليوه ديالنا اش كانت طيب. المهم هانتوما خوتي راه خرجنا من الفران، نتوما خوتي شوفوا الشكل ديالو كي داير، ثم تبارك الله عطي واحد المنظر زوين. وهانتوما خوتي شقاقه الشقه ديالها داكشي مطراسي، كلشي مقاد، داكشي زوين تبارك الله. حلوه خوتي راه تقلع منا، راه فيها واحد المذاق زوين تبارك الله، عطي واحد الحلاوه زوينه. المهم اخوتي بحال دوك اللي تلقاو في الباتيسري، هانتوما اخوتي حنا سايبناها ليكم. وتنشكركم اخوتي على المتابعه ديالكم، كنتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنساوناش باعجاب ديال اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد باذن الله. وشكرا لكم بزاف والله يوفقكم والله.